يا صباح الفل. في موضوع مهم عايز اتكلم معاكم فيه، وهو ان في بعض المصالح محلات بكل بساطة يقول لك تعالى اشتغل، وبعد كده يقعد يقرف فيك ويطلع عين اهلك عشان انت تسيبه وتهرب، وما تكلموش حتى في فلوس. اشتغلت بقى معاه يوم يومين ثلاثة أربعة، يوم منزل اعلانات على الفيس وعلى اماكن كتير: يا جدعان انا محتاج حد يشتغل وهياخد مرتب مجزي جدا، او هياخد مرتب مثلا اي رقم بقى ايا كان، عايز بنت او ولد عادي برضو ايا كان. وفي الطبيعي ممكن يختار بنت، عشان البنت ايه يعني ممكن تبقى الغالبيه بتكون مثلا ايه، مش عايز اقول مش عارفه تجيب حقها، بس انتوا فاهمين قصدي. فانا لما اعمل عندي اسستف كده ملفات كتير باسماء اشخاص كتير عايزين يجوا يشتغلوا، واقول لهم انا هتصل عليك الاسبوع الجاي، هتصل عليك الاسبوع اللي بعده، إيه طب سيبني بس مده وانا هتصل عليك وهنظبط الدنيا سوا. خلاص تمام قشطه. وعلى فكره برضو الشباب برضو بيحصل معاهم كده عادي يعني، مش بنات بس. بعد ما اتصل عليك اجيبك تشتغل، اقرفك في حياتك لحد ما انت تسيبني وتطفش، هعمل مع ده وهعمل مع ده وهعمل مع ده. هاجي ابص هتلاقي نفس المحل بتاعي متظبط ومتشيك وحاجه يعني اخر فل، وحرفيا ما دفعتش ولا مليم. كسبان كده، هو كسبان. يعني انا مش عارف ازاي انت يعني واحد زي ده بيجي له نوم اصلا ان ياكل اموال الناس بالباطل. يعني بجد حسبي الله. فالمشكله ديت موجوده طبعا في دمياط. فانت عرفني انت من محافظه ايه، وقول لي المشكله ديت موجوده عندكم برضو ولا لا. وزي ما قلت في بعض المصالح، ايوه، عشان ما حدش يقول لي انت بتعمم يا سلطان والجو ده. شرفت بمعرفتكم يا رجاله.